مرحبا ويسعد أوقاتكم. رمضان كريم علينا وعليكم. هلأ صار وقت إنه نساوي سناك رمضان. أول شي راح نساوي رقائق الدجاج المقرمشة. بنجيب صدور دجاج 800 غرام، بنتبلهم ملح وفلفل وبهار أسود وبنفركهم منيح لحتى يتجانسوا. بعدين بنجيب القلاية، بنجيب زيت نباتي ونحط معه معلقتين سمنة حيوانية أو زبدة، ما في فرق. بعدين بنجيب صدور الدجاج وبنقليهم، بنحمرهم بهي الطريقة مع التقليب المستمر لحتى تاخد وش. وبعدين بدنا نقلبهم وبنضيف لهم مي سخنة، بنغمرهم بالمي السخنة وبنغطيهم لحتى يستوي الدجاج منيح. وبعدين بدنا نجيب حبة فليفلة خضراء وحمراء وسنتوم وبصل أخضر، بنفرمهم بشكل ناعم. وبعد ما يستوي الدجاج وتنشف ميته بهاي الشكل بنقيمهم على جنب، وبنخلي الزيت والسمنة اللي قلينا فيه نفس الدجاج بنحمص فيهم الخضر اللي فرمناها وبنقليهم بهي الطريقة. وبعد ما قلبنا الخضرة بنفتفت الدجاج وبنطبه فوق الخضرة وبنقلبه بشكل مستمر. بعدين بدنا نضيف لهم معلقات كاري وبنقلبهم بشكل مستمر، طبعا معلقة صغيرة. وبدنا نجيب هاي الرقائق الصينية بتنباع بالمحل العربي إذا كنتوا بأوروبا، وإذا ما أنا متوفرة عندكم فيكم تسووها برقائق البقلاوة. وبنجيب بعدين التبلة أو الدجاج وبنفرده بهي الطريقة وبنلفه على شكل رول وبنسكره من الطوارف وبنلفه بشكل معكن مشان ما يفك معنا. وبنجيب مي وبندهن الطوارف مي، وممكن تحطوا طحين كمان مع المي مشان تلزق معكم أفضل. بس أنا عندي هدول رقائق بتلزق، يعني هي طرية كتير بتلزق بس نحط لها مي. وبنكرر العملية وبنلف كل الكمية. طبعا هي كمية الرقائق كتيرة، فيكن تحشوها جبنة، فيكن تحشوها لحمة، فيكن تحشوها دجاج. أنا جربت أطيب شي كانت الدجاج والجبنة. وهي كمية طبعا أنا راح فرزها مشان ساوية سناك لرمضان. طالع شوي شوي من الفريزر، وهلأ طالعتها من الفريزر وهي جامدة وقليتها. طبعا أفضل تقلوها وهي جامدة ويكون الزيت حامي. وبعد ما قليتها قلبتها هيك شكلها، وقليت جنبها بطاطا. ويسلموا كتير وصحة وهنا.